شوف يا صديقي، إذا أنت ناوي تجي لأوروبا فركز على هذه الأشياء المهمة جدا، لأن الأغلب ما يتكلم عنها، وذكرتها في إحدى فيديوهاتي. ولهذا السبب أغلبية الشباب لما يوصل لأوروبا ينصدم بأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. مش المجتمع، ولا التغير الثقافي، ولا تغير المناخ، ولا تغير الجو، ولا تقلب الناس، ولا تقبل الناس لك أو تقبلهم عندك أنت، أو تتقبلهم أنت. هذه من الأشياء اللي يغفل عنها الكثير. الأغلب لمّا نوصل لأوروبا، أنا كتبت هذا في إحدى النقاط. الأغلب لمّا يوصل لأوروبا ينصدم بأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. ولكن اللي على منصات التواصل الاجتماعي يتكلم لك كيف تدخل لأوروبا، كيف تدخل مثلًا لألمانيا، كيف تتعلم اللغة من الألف للياء، كيف تجد شغل، كيف تحصل بيت، كيف تقدم على الإقامة، وفي جوانب أخرى ناسينها. والجوانب الأخرى هذه من ضمنها أهمية إيش؟ صحتك النفسية، الاعتناء بجسمك، بعلاقاتك، بالهدف اللي جيت له أنت. أنا ليش جيت لأوروبا؟ الأغلب لما يوصل لأوروبا يفكر إنه خلاص أوروبا وصلت لهنا، هدخل، هاخذ الإقامة، همشي على طول، هحصل عمل، هخرج فلوس من كل مكان، أموري كويسة، تجيني الإقامة للبيت، أموري كويسة. لا يا حبيبي، الأمر أصعب من كذا بكثير. الهدف هذا من الفيديو مش إنه تخويف، ولكن هذا هو الواقع اللي ما حد يكلمك إياه. أنت لما بتجي لأوروبا الصدمة الحضارية هذه واحدة، ولكن الأشياء الثانية، أنت كشخص عربي أو كشخص أنا مثلا جاي من بلد إمكانياتها بسيطة، تكنولوجيا جديدة، سيستم جديد، نظام جديد، ديجيتال جديد، تحركات سريعة، توك توك توك، كله من مجتمع منغلق، 1+1=2، الساعة 6 يروح الشغل، الساعة 18 يروح للبيت، ما حيتكلم مع حد، مش فاضي يتكلم مع حد. لو تكلمت معاه هلو ممكن تساعدني كذا، يقول لك يا اوكي يا وسلام سلام. تكوين صداقه وعلاقات لا، ما فيش. انت جاي من مجتمع عربي، اهلا وسهلا، تفضل، اهلا وسهلا، حياك الله، في الحي حقك تجلس تتكلم مع صاحبك، ولو واحد قدم لك خدمه تقيس تكون صداقه معه وتستمر لمدى الحياه. هنا لا، هكذا النظام والسيستم اللي ماشي عليه اوروبا. لازم تفهم هذه النقطه، لازم تفهم يا صديقي. وهذا الكلام ما حد يقول لك اياه. الشيء الثاني اللي الأغلب، واللي أنا أجزم لك إنه أسلوب المقارنة، ما لك يا كابتن، أسلوب المقارنة هنا عندنا مثلا سين من الناس له 15 سنة في أوروبا، حصل إقامة، أموره استقرت، حصل سيارة، حصل على الجنسية. أنت جاي خلاص، أنا ليش ما أكون زيك؟ أنت مش شايف سين من الناس كيف تمرمط، كيف تقعقع، إيش الصعوبات، إيش العقبات اللي مر فيها، إيش الأمور النفسية، وإيش الأيام اللي مرت عليه من ظلام وتعب ونكد وهم وإلى غيره، ولكن ما يتكلم. خلاص، ذكرتها في إحدى فيديوهاتي، تحتاج إلى 5 6 سنوات عشان توقف على رجلك في أوروبا، يعني تكون خلاص مسيطر على كل شيء. هذا الشخص اللي هو يعني جاي ومتحمل على كل شيء على حسابه. أما الشخص اللي أجى لاجئ فأموره، أنا أقول لكم دائما، وقبل لجوءه ومشت أموره فأنت في نعمة لا يعلم بها إلا الله. أقسم بالله، أنا أتكلم لك عن الناس اللي أجوا زيي ومن يعني على حسابهم وتعبوا وتبهدلوا ووصلوا لهنا واشتغلوا وكدوا، والحمد لله. الحمد لله، أنا مش جاي أنظر على نفسي ولا أنظر عليكم، لا، أنا أتكلم لكم بالواقع. خلينا نرجع لورا. لا تقارن نفسك بأحد، أسلوب المقارنة يدمرك، يدمرك. أنا ليش فلان من الناس هذا وأنا لسه أنا وياه من نفس الدولة، بس هو غيرك، هو له أيامه، هو له سيستيمه، هو له حياته، هو له طقسه، هو له كيانه. كل واحد ماشي في الدنيا هذه معه أقداره ومعه أيامه ومعه ظلامه ومعه ناره. فلا تقارن نفسك، حتدمر نفسك يا صديقي. أقسم بالله حتدمر نفسك. اعتني بنفسك بس فقط.
مستحيل حد يقول لك نادرا ما تجي واحد يقول لك انا والله مريت وانا مريت وانا مريت وانا مريت وانا مريت، لا يعني لا. ولكن انا بقول لك يا صديقك هذا اللي راكب سياره محترمه او معه اقامه وكذا، هذا صبروه الالمان لين حصل الاشياء هذه. كيف يتكلم اللغه الالمانيه بطلاقه؟ تعب، يجلس من 5 من 6 ساعات من 7 ساعات يتكلم، يدرس ويتعب ويتعب هكذا. ما فيش حاجه تجيب بدون ضريبه. لازم تفهم، عندما تدفع ستحصل ضريبه. الشيء الثاني او النقطه الثالثه اللي حاب اتكلم عنها هو اهمال اللغه. يعني انا اليوم مثلا كنت انا مترجم مع احد الاشخاص في مكتب الجوب سنتر. الراجل له سنه و3 اشهر اساعده انا في الترجمه واتكلم واسوي له كذا وكذا وكذا. اليوم لما رحت اساعده راح حصل شغل تايل سايت وهو عاد ما يتكلم اللغه. فالموظفه تقول له جيب لي حق ابريل وماي وايش كمان وحق يوني تقريبا. فقلت له كذا وكذا، وقالت له لا في فلوس دخلت له لازم يرجع لنا مبلغ وقدره تقريبا 200 وشويه. فالراجل يقول لا انا اشتغل بفلوس قليله. انا بعد ما خرج الحوار ده كله، الهدف من هذا الكلام ليه تشتغل يا اخي؟ ليه تشتغل وانت ما عندك لغه؟ قال يا اخي انا على ديون 5000 6000 يورو ما. يا اخي اتعلم، اللغه هي الاساس. انت الجوب سنتر هو، انت الان الشغل اللي تشتغله الان 500 ومدري كم و700، الجوب سنتر يدفع لك اياها. بدل ما تفرغ نفسك في الشغل والبهدله والجعجعه ما فيش حتجمع. اتعلم اللغه، معك فرصه هم يودوك لاحسن المعاهد. اقسم بالله كنا نتمنى والله العظيم ان كانت تمر على ايام كنت اخجل ان انا اروح المعهد لانه عشان ما اسدد لهمش القسط. فرجعت كنت اقول لهم انا خلاص كل شهر ححول لكم 50 لين اسدد لكم المبلغ كامل. فانت في نعمه، تعلم اللغه. وين المشكله؟ اتعلم ودرس. الكلام هذا ما حد بيقول لك اياه، يغفل عنه الكثير من الناس. اتعلم اللغه يا اخي، ما دام في امكانيه وفي جهه تدعمك وتمولك فتعلم اللغه. يعني واي نوت يعني؟ فهم نشت ليش؟ اتعلم اللغه واستثمرها في وقتك. ال7 ساعات اللي بتكر فيها والعمل هناك حتدفع ضرائب، مع احترامي الشديد للكلمه دي، وحتظل بغل وحتستمر كده. مش حتنجح، مش حتتعلم اللغه. اذا ما تعلمتهاش في السنوات الاولى ما حتتعلمها. انا اقول لك اياها، فاشغل نفسك بتعلم اللغه. خليك ركز على اللغه. اللغه هي المفتاح الاساسي، بعدين بتمشي امورك. الشيء الثاني واللي هو النقطه الاخيره اللي بتكلم فيها هو انه الاغلب يفكر لما نوصل اوروبا يا اخي الالمان يكرهوني، الالمان ما يحبوني، الاوروبي ما يحبوني. لازم تفهم ما هي القيمه التي بيقدموها لك، حبوك ولا ما حبوك، ولا انت حبيتهم ولا كرهتهم. ما هي القيمه؟ هل بينضاف شيء الى حسابك او الى رصيدك؟ لا. انا حقول لك اياها، الالمان او الاوروبيين شعب كذا منغلق، يعني ما يحبوش يختلطوا، ما يحبوش اصدقائهم اللي في العمل دوامه رسمي، الاجازات يقضيها مع اصحابه اللي في العمل او اصدقائه ايام الدراسه، وبعدين اجازه السنه يروح يقضيها لوحده، يجمع له 2000 3000 يورو ويرجع. هكذا نظام الحياه حقهم. مش ليس بالشرط انهم يحبوك ولا يكرهوك، هم كده نظامهم. فلا تقيس تحط هذه في بالك وتقول الالمان ما يحبوني ولا الاوروبيين ما يحبوك ولا يحبوك. هل انت بتضيف قيمه لهم او بيضيفوا قيمه لك؟ لا، قيمه لك لا. ركز على هدفك، زي ما هم مركزين على هدفهم ركز على هدفك انت. تعلم اللغه، اندمج مع المجتمع الالماني، احترم القانون والدستور، اختلط بالناس، اتعرف على ناس من في تخصصاتك، اخرج على براكتيكومات كثير، اندمج، تشوف كيف السيستم يمشي في اوروبا عشان توقف على رجلك. هذا هو الهدف الاساسي، تشتغل وتدخل فلوس تقضي ديونك، تقاضي ديونك. هذا هو الحياه. انت لست بحاجه ان تكون علاقات مع 17000 شخص وفي الاخير ماذا استفدت من اصدقائك في بلدك؟ خلينا نتكلم بالمنطق ونسيب العاطفه على جنب. هل فادوا لك شيء؟ لا. 2 3 يكفيك. أنت لست بحاجة أن تكون 17,000 علاقة مع ناس. خذ الكلام مني.
علاقة مع أصحابك، مع أصدقائك 2، 3، 4 في تخصصك، أيوه، اختلط بالجالية واتعرّف وكون زور وكذا واحضر معاهم اللقاءات، أيوه ما عنديش مانع. ولكن يا أخي أنت لمّا تيجي لكل واحد أنا تعال بنخرج أنا وأنت اليوم لأ، أنت جدولك غير جدولي، سيستمك غير سيستمي، فركّز على حياتك اللي بتوصل لها لأوروبا، ركّز على السيستم اللي جاي لي أنت، ركّز على الهدف الأساسي اللي جيت له أنت. ونقطة أخيرة ودائمًا أنوّه فيها وكل فيديو بانوّه فيها لأنه في ناس جدد يدخلوا، ركّز إنك تعتني بصحتك النفسية، عيش السلام الداخلي مع نفسك، ارضى بواقعك، ارضى بإمكانياتك، احترم قدراتك، آه، احترم قدراتك، إمكانياتك، لا تكلّف نفسك ما لا تطيق من البلاء، لا تكلّفها، بتقول لي كيف؟ يكلّفه الإنسان نفسه ما لا تطيق، أنا أشتغل وأنا ما اتعلمتش اللغة، أنا أجيد كذا وأنا لسه ما أخدتش الرخصة السواقة. وأنا بدي أشتغل full site وأنا ما عنديش Arbeitserlaubnis ال التصريح العمل، أنا بدي أدخل الشغل الجامعة أو بدي أدرس في الجامعة وأنا لسه ما خلصت اللغة، احترم قدراتك، لك سقف من القدرات احترمها، لا تكلف نفسك بعدين بتنصدم بالواقع، الأمور تمشي في أوروبا للمرة المليون واحدة، 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 واحدة طوبة، حتبني سريع حتنهد سريع. امشي، اتعلم اللغة، اندمج، وصل للمستوى الكويس، هدفك إنك تشتغل، خلاص للB2 يعني أمورك طيبة، للC1 عشان تدخل جامعة والّا الDSA هكذا الحياة. اسأل خبرات أو عن الناس اللي قبلك في تخصصاتك، ودائمًا أنا دائمًا أنصح إذا معك وقت كثير روح طبّق في براكتيكومات في تخصصك، مثلًا المحاسبة روح دَوّر على حاجة في براكتيكوم مجانًا، في الطب روح اشتغل حاجة ثانية تخصصه في الطب. اشرك نفسك في فعاليات مع المجتمع الألماني، لا تكون منغلق، لا تخلّي كل الوقت لا تخلّي كل الوقت يسرقك في الجلسة على التليفون والجلسة مع على السوشيال ميديا، حتموت في الضياع. حاول تنعزل على الناس أيوه، ولكن عندما تنعزل طوّر نفسك. في أحد الكتب اللي قريتها أنا يقول لك من أهميات العزلة يقول لك، ما هي العزلة؟ هو الانعزال بالنفس والانشغال بها، كلام حلو جدًا، كيف تنشغل فيها؟ مش تنعزل تعيش دور الاكتئاب والطقس والجو هذا وتمر في ديبرسيون وغيرها لا 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 انشغل بنفسك طورها انشغل بنفسك جلس 7 ساعات 8 ساعات تعلم اللغة اجتهد وثابر حتوصل اللي تشتيه غيرك اللي مسكوا الجنسية ومسكوا الجواز الأحمر قادر أنت توصل لها لا تيأس ولا تقارن نفسك ولا تحطم نفسك احترم قدراتك وبتمشي في البلد هذه ولا تنساش كل أكل صحي تواصل مع أهلك باستمرار تواصل مع أصدقائك حصلت صعوبات أو عقبات تواصل مع ناس معاهم ذوي خبرة يقدموا لك مساعدة لا تخجل أن تطلب المساعدة من أشخاص لديهم الخبرة اطلب المساعدة هنا بيساعدوك لكن إنك تكون بتكافر وبتحافر وبتتعب على بنفسك حتتعب أخيرا أتمنى الجميع الصحة والسلامة كان معكم الخضر من يوميتي في ألمانيا لا تنساش تدعمني في القناة السلام عليكم